Next program: physical proof, flexibility, strength, balance, and coordination. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رجب إبراهيم رجب، مهندس تقني في مجموعة شركات البسام الدولية. أول ما جيت هنا عند الدكتور أحمد كان عندي إصابة جامدة أوي في العمود الفقري، كنت بعاني منها من 3 سنوات، وأخذت كثير من الأدوية، ترددت على كثير من الأطباء، ولكن بمساعدة الدكتور أحمد باستخدام الكرة الطبية ساعدني كثيرا في الاستغناء عن كان ايه المشكلة بتاعتك يا باشمهندس رجب؟ والله كان في عندي خشونة في الفقرة الأولى والفقرة الخامسة قطنية. في القطنية. تمام، يعني ألم ظهر يعني. كم سنة، كم شهر، كم أسبوع؟ 3 سنوات. 3 سنين. كنت بعاني منها وخدت كثير من الأدوية يعني. ما عملتش علاج طبيعي قبل كده للظهر؟ لا، ما خدتش. كنت معتمد على الأدوية بس؟ كنت معتمد على أدوية زي مضادات حيوية وروفينات. طبيعة شغلك في جلوس كتير؟ كان في جلوس كتير أو استخدام السيارة كتير. فده بيرهق العضلات يعني. كان بيرهق العضلات. وأول ما جيت ومارست بدأت جلسات العلاج الطبيعي، عملت ايه بالتمرينات الكرة الطبية دي؟ والله استخدمت بعض التمارين للظهر والبطن وشد العضلات بتاعة العمود الفقري، حتى بقيت استخدمها في البيت بشكل بسيط خالص، امام التلفزيون. كجلوس ولا كتمارين قدام التلفزيون؟ والله كان في بعض بستخدمها تمارين لان هي سهله يعني وما بتاخدش حيز في البيت يعني. كانت بحضرتها انا بمارس انا والاسره كمان كلها يعني. بشكل كويس انا والاطفال، حتى كمان حفاظا لهم على صحتهم وحفاظ على. كان ايه الاعراض اللي عندك في الظهر يعني؟ كان شكل مشيتك ازاي؟ والله كنت فين بالظبط؟ كنت حضرتك يعني كانت مشيتي منحني الى الامام بشده وما توصف لي شكل الوقفه المشيه كده؟ معلش نقف كده ونمد شكل الوقفه. جسمك محني كده. تمام. وما استطعش اركع اثناء الصلاه. يعني ده برضه بيفيد لك من حركه ايه؟ تمام. بعد ما عملت التمرينات والله الحمد لله يعني جسمك فرد خالص. صدرك التنفس بتاعك احسن شويه؟ افضل كتير. حتى كمان يعني كان عندي مشاكل في القولون، اصبحت الحين الحمد لله. يا الله، ايه ده؟ ايه علاقه القولون في الموضوع؟ حاجه عشان يمكن تمارين البطن اللي كنت بستخدمها. بطنك شدت شويه حسيت. فحاليا يعني كنت بعاني فعلا من القولون من فتره، لكن الحمد لله. كان ايه مشاكل القولون يعني؟ غازات ولا حاسس بالام ولا ايه؟ والله كان بيبقى فيه عرض راحه كده. والله كان بيبقى فيه عالم راحه بشكل عام. بيبقى فيه موجود بعض الغازات، حتى كانت بتسبب لي حراره كده على الصدر كده. على الصدر. لان الغازات دي بتقوم رفع الحجاب الحاجز فتلاقيك مضايقاك يعني التنفس بتاعك بالظبط. وكمان ما بقدرش اتناول اي حاجه انا عاوزها نفسي فيها في الاكل او كده، فكانت تبقى اكل معين عامل النفس كمان. ف يعني كنت فعلا بعاني منها بشكل. بقالك قد ايه بتستخدم الكره الطبيه دي؟ والله انا حاليا بقالي اسبوع تقريبا. اقل من اسبوع يعني. فاقل من اسبوع 3 جلسات او اسبوع ما شاء الله. وانت بقى بتعمل في البيت كمان يعني، مش جلسه فقط، لا بتعمل في البيت. وانا قاعد اتفرج على التلفزيون، انا واولادي بناخدها حتى بشكل مرح كده، انا واولادي بنلعب، خدت بال حضرتك بيها ونمارس عليها التمارين الطبيعيه خفيفه. خفيفه. وكمان تقول بديل الانتريهات والمجالس اللي هي الناشفه اللي بتاثر. لا انا حاليا ما بقيتش استخدم المجلس عندي في البيت، ما بستخدمهوش يعني. حتى الاسره كمان، الزوجه والاولاد بيجلس عليها يعني. الجرة بتجبر الواحد ان هو يعمل تمرينات يعني، تحس ان هو بتشجعه وبتجذبه كده ان هو يعمل التمرينات. لا ما شاء الله. مش سلبي. لا هي بتدفع الواحد، تحفزه فعلا ان هو يهتم بصحته، خاصة ان العمود الفقري يعني طبعا المشية بتاعتك والحركة بتاعتك. لا بقت انسيابية وعادية خالص. انا سمعت ان انت اتجرأت وخدت كرة معاك الشغل كمان. مع الواحد بقى اذا كان عارف الطريق الصحيح يعني بيحافظ على صحته، من الذكاء ان هو يستمر فيه. ردود افعال زملاتك اللي في الشغل استغربوا استنكروا الشيء ده؟ والله كان في البداية كان في دهشة يعني، هم كانوا مفكرين الكرة جايبة للاطفال يعني وكده. فقلت لهم يعني، شرحت لهم بشكل مبسط كده، طبعا مش بشكل فيه عمق، لكن بشكل مبسط ان هي بتساعدنا على هندسيا بقى الجلوس على الكرة، الفرق بينه وبين الكرسي
انت كراجل لمست الكلام ده. لا الكرة بتحس ان هي حاجة مرنة انسيابية، بتاخد وتدي الجسم حسب اتجاه حركاته، لكن الكرسي بيكون شكل جامد جامد تقول جسمك على الكرسي بيضغط على الجلد وحتى الوضع بتاع الكرسي ما بيسمحش، حتى لو انا جلست خطأ ما بيساعدنيش ان هو يصحح الوضع تحت منك يعني. ايوه لكن الكرة بتقوم فردة جسمك على طول يعني حتى انا لو جلست على الكرة بشكل خطأ هي بتديني الانسيابية اللي تعيدني للوضع الصحيح. هي ولا المخ والمخيخ عندك هم اللي بيعدلوا نفسك على الكرة دي؟ شيء لا ادراكي. لا هي بتحفز ده يعني بشكل لا ارادي يعني. تمام سبكونشس. الله يبارك لك. الله يخليك. شكرا لحضرتك. يعني ما شاء الله تنصح بقى زملاتك او الناس؟ والله انا بنصح زملاتي، انصح كل الناس يعني. كل الم الظهر عندك بقى 3 سنين يعني الحمد لله دلوقتي ما شاء الله، يعني خلال اسبوع او 3 جلسات مع استمراريتك العمل برضه التمرينات في البيت الحمد لله دلوقتي احسن في المشي وجسمك في مرونة احسن يعني. الحمد لله. بنصح حتى يعني مش زملاتي فقط، كل الناس يعني. ما يعني مش لازم ان احنا نقع في مأزق مثلا او مشكلة صحية عشان نمارس الحاجات الكورة او التمارين دي، ليه ما نبدأش واحنا اصحاء وكويسين وندعم جسمنا كويس. لان طبعا يعني ان لبدنك عليك حق يعني، والواحد العقل السليم في الجسم السليم يعني. انا سمعت ان انت بتنسخ بقى السيرات التعليمية، يعني في سيرات تعليمية بتشرح الكلام ده، دي يشرح سنوات الكورة. اذا ما فيش اي خطورة منها، الناس تقول لك هتوقعنا يا دكتور هتوقعنا. لا يعني تمريناتها مشروحة وسهلة جدا مع الناس تطبقها يعني. والله يعني الواحد حاجة مفيدة للناس، الواحد حتى بيسهم يعني. دكتور احمد ما شاء الله يعني دعمنا تدريب كويس وادانا كل المواد اللي هي بتساعدنا على ان احنا نعرض الفكرة ديت على الناس. وهي مش فكرة، هي تعتبر شيء اساسي المفترض ان الانسان يحافظ على جسمه كويس. خدت حضرتك، خاصة ان هي مش مكلفة لا ماديا ولا بتاخد حيز كبير في البيت، وتستطيع ان انت تمارسها سواء في العمل تاخدها معاك او تستطيع في البيت انت واولادك تمارس فيها التمارين المنوطة بسلامة الجسم، وكلها حاجات مفيدة للناس يعني. شكرا يا باشمهندس. الله يخليك، شكرا جزيلا لحضرتك ويديك الصحة والعافية يعني، وربنا يكتر من امثالك. منين يا باشمهندس؟ من مصر؟ انا من البحيرة. اهلا وسهلا. اهلا بك. الله يخليك.